السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب ايمي بدر وكل مشتركي قناة ايمي بدر. برحب بحضراتكم وان شاء الله نبدأ مع بعض فيديو جديد عن البيتزا بإذن الله. نعملها بطريقة حلوة بمقادير سهلة جدا زي ما احنا شايفين كده. الجمال هم يا جمال. نبدأ بسم الله ونبدأ اول حاجة كده. هنا هنولع على حلة هنحط فيها حوالي 3 معالق من الزيت. هنبدأ بقى يسخن بس شوية ونبدأ ننزل بعصير طماطم زي ما احنا شايفين كده. هنضيف لها بس معلقه صغيره من الملح، معلقتين من السكر، وكمان زعتر جاف. طبعا هنحط حبه من الفلفل الاسمر وحبه بابريكا. طبعا دي اول حاجه انا بحب اعملها الصلصه عشان تهدى معانا وتبرد كده، عشان لما نيجي نعمل البيتزا تكون بارده وما نحطهاش سخنه على العجين بتاعنا. بس اسيبها بقى كده هنا تاخد وتدي مع نفسها كده على النار لغايه ما تتسبك. هنا بقى جبت كيلو دقيق صالح لكل الاغراض. هبدا ان انا نخلته كده كويس. بعد كده هبدا ان انا احط معلقتين كبار من الخميره، معلقتين كبار من السكر، معلقه صغيره من الملح. هبدا ان انا هدوب طبعا كل المواد الجافه دي كلها ادخلها في بعض كده، وهبدا هعجن بالميه الدافيه. بس كده هي دي مقادير البيتزا بتاعتنا الجميله الطريقه اللي احنا شفناها، من غير لبن ولا بيض ولا اي حاجه تانية مضافه ليها. بس هبدأ بقى ان انا هضيف المية كده حبة حبة لغاية اما الم العجينة بتاعتي كويسة كده. بعد كده هبدأ ان انا هضيف بالظبط حوالي معلقتين كبار من الزيت النباتي العادي. هبدأ بقى ان انا الم العجينة كده كويس اهو، بدخل بقى الزيت في العجينة بس. وبعد كده بقى هبدأ ان انا هغطيها وهسيبها طبعا الحر اللي احنا فيه بس بحطها على البوتاجاز من فوق، يعني مفيش 10 دقايق ان شاء الله نبص نلاقي العجينة بتاعتنا فارت كده وخمرت وبقت جميلة. بس ابدأ بقى ان انا احطها هنا. بقى الحشوات سهلة وبسيطة كده معانا. طبعا جبنة موتزاريلا، جبنة رومي، جبنة كريمي، وكمان تونة وزيتون. هنا العجينة اهي زي ما احنا شفنا خمرت ازاي. هبدأ بقى ان انا كده اجهز الصواني بتاعتي، ادهنها زيت بسيط كده، وهبدأ ان انا اقطع بقى العجينة بتاعتي على كل حجم صينية، يعني مقدار كده يناسبها. بصوا ما شاء الله عملت 7 صواني. بس طبعا قطعتها سبتها. هبدأ بقى بأول صينية ارتاحت طبعا معانا شوية، هبدأ ان انا اخدها وهفردها، هتتفرد معايا على طول بإذن الله كده زي ما احنا شايفين. بحط كده العجينة على الصينية، مش بفرد على الرخامة ولا حاجة، لا هي كل بيتزاية في الصينية بتاعتها كده بفردها بكل سهولة وبساطة بالمنظر ده. بس بعد كده بقى هبدأ ان انا طبعا بفردهم كلهم، وبعد كده هبدأ ان انا احط الحشوة واحدة واحدة كده لغاية ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها. طبعا كيلو دقيق ما شاء الله عمل 7 صواني، يعني حاجة كده جميلة. نبدأ بقى هنا كده. هبدأ ان انا انزل بالصلصة بتاعتنا. طبعا بردت خالص، مينفعش احط الصلصة سخنة على العجينة عشان ما يعني يكتمش الخميرة معانا. هبدأ بقى هنا كده بحط طبعا الحشوة دي اللي انا بعشقها، جبنة الرومي مع الجبنة الكريمي، وابدأ ان انا احط عليها موتزاريلا. دي مارجريتا، بيتزا المارجريتا بحبها جدا. حشوة بسيطة لكن جبارة بجد، طعمها تحفة. ان شاء الله تجربوها، ده لو ما كنتوش جربتوها اصلا يعني. بس بعد كده ببدأ احط بقى الموتزاريلا كده على الوش. طبعا الموتزاريلا عشان الجو حر وكنت مطلعها من بدري من الفريزر، فعملت كتل كده وبقيت مضايقاني جدا وانا بحطها، فما ادتنيش النتيجة يعني اللي هي المعتاد عليها. بس فالافضل يعني ان الموتزاريلا نطلعها نخليها تبقى ساقعه، ما تبقاش تبقى متلجه، يعني ما تبقاش سايحه. بس هنا بقى ابدا حشوه التونه. ابدا بقى كده ان انا بحط التونه بالمنظر ده. بس خلاص كده حشيت الصواني. هبدا بقى ان انا بسيبها تخمر شويه كده الاول. بعد كده هبدا ان انا اخبزها، ادخل بقى على درجة حرارة 190 او 200. نخلي بالنا برضو من الخبز. مجرد بس ما تحمر كده بالمنظر ده من تحت، برفعها على الرف اللي فوق، يعني انا بدخل على الشبكة اللي في النص. بعد كده بطلع الرف اللي فوق من غير شواية ولا اي حاجة خالص. هي وشها بيحمر وبتبقى جميلة كده زي ما احنا شايفين، وبتبقى طرية وطعمها تحفة. بصوا بقى جمال التسوية. شايفين الصواني كلها وبنفس الوقت طرية معايا كده وحلوة زي ما احنا شايفين اهو. بصوا الخبز لازم نتأكد من الخبز بتاعنا وناخد بالنا منه كويس جدا علشان العجينة
بصوا بقى، بصوا الشدة دي. بصوا بقى الخناقة دي. ما تشديش وما تشديش انتي. يعني بصوا بقى، هي دي البيتزا المارجريتا. طبعا النور كان قطع، وانا اول ما طلعتها من الفرن وكده فبرضو لحقتها وهي دافية، فادتنا النتيجة دي زي ما احنا شايفين كده. بس بكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. احلى بيتزا ان شاء الله تقدروا تنفذوها باسهل مقادير ان شاء الله وباجمل طعم. طبعا الحشوات زي ما حضراتكم تحبوا، حشوات تانية يعني كتير بقى، بس احنا حبينا كده حشوة خفيفة ولذيذة البنات بتحبها. طبعا شاورما، سجق بقى، اي حشوات تحبوا تعملوها. بس كده الفيديو بتاعنا يكون خلص. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. اتمنى لو اول مرة حضرتك تتابعي القناة متنسيش تدعميني بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد. اشكركم لحسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.